حلقة النهاردة اتطلبت مننا كتير جدا جدا. صحة المرأة مش هزار، هرموناتك مش نقطة ضعفك، هرموناتك نقطة قوتك، بس لازم اللي حواليكي وانتي قبلهم تبقي عارفة تتعاملي معاها ازاي. معانا النهاردة دكتور محمد مدحت، استشاري نساء وتوليد، هيقدر يفهمنا بالظبط هرموناتنا دي نقدر نتعامل معاها ازاي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ليه كل الستات بتقرر ان هي تتطلق من جوزها وقت البي ام اس؟ ده سؤال ده عميق حقيقي. جدا. ده سؤال عميق جدا. بالظبط. طيب خلينا نتفق على حاجه، ان هو في تو تيرمز مختلفين خالص. حاجه اسمها البي ام اس وحاجه اسمها البي ام دي دي. اوكي. بي ام اس ده ليه اعراض والبي ام دي دي ليه اعراض تانية. ايه البي ام دي دي ده؟ بوليمورفيك ديسفوريك ديس اوردر. ده ايه بقى ده؟ حاجه اللي هو بقى حاجه نفسيه عنيفه، سيفير ديبريشن، سيفير انكزايتي، أوكي. بيأثر عليها جامد جدا لدرجه ان هو بقى ده اللي بيعملوا عليه مسلسلات وافلام، واللي هي ايه اللي هي قال لها كلمه ما بتقتل عجبتهاش وحاجات. قامت قطعته وحطيته في اكياس. الكلام ده هو حتى ده لو ما قالش. ده هو ده البي ام دي دي. بي ام اس هو ليه اعراض فيزيكال وليه اعراض سايكولوجيكال او اللي هو اعراض نفسيه. اوكي. الاعراض النفسيه بتبقى حاجه very very mild compared للبي ام دي دي. هو البي ام اس بيبقى الاعراض النفسيه بتاعته مثلا هي تبقى مكتئب، مقريفه شويه على كل لون يا بطسطه، كل حاجه. يعني ممكن يجي بانزايتي، ممكن يجي بديبريشن، ممكن يجي بان هي تبقى منغلقه ومش عايزه تكلم الناس، اي حاجه. يعني هو مش شرط ان هو يجي بسيطه ستريس وانجر، ممكن برضو از ويل. والانجر ده هو اللي ممكن بقى يبقى irritability، والانجر ده ممكن برضو از one of the symptoms. بس أوكي. كل واحده مختلفه عن الثانيه. يعني كل واحده ممكن يجي لها السيمبتومز بتاعتها بطريقه مختلفه عن الثانيه. هي نفس الست اصلا ممكن كل شهر يبقى السيمبتومز بتاعتها مختلفه عن التانية. صح، ده حقيقي. يعني ده شهر هي متعصبه، شهر مكتئبه، شهر بتعيط، شهر بتضرب الناس في الشارع، على حسب الظروف بقى والاقدار بالظبط. هو عمل وهي ايه فيها اليومين اللي لا فاتوا. هو كده كده دي حاجه هنتكلم فيها على جنب. ربنا يسهل ان شاء الله، ربنا يستر. بالظبط يعني. طيب طب التايب التاني اللي هو مور اجريسيف او البي ام مور دي دي ده طفش. المور اجريسيف، ده اللي اكشولي لو هي بتشتكي منه، اللي هي خلاص very irritable وان هي فعلا مش قادره، severe anxiety severe depression او حتى anger و irritability، هو ده اللي لازم نسيك. بس ده psychiatric help، ده مش بس ده مش مجرد ان انا عندي مضايقه شويه. اكشولي لا، ده احنا محتاجين ان احنا نروح لدكتور نفساني ممكن يدينا علاجات تحسن الوضع في الفتره دي بالظبط. طيب امتى اعرف ان الموضوع سيفير؟ يعني احنا متعودين ان انا يعني كل شهر الواحد بيبقى نفسيته disturbed او كده، فامتى يعرف ان لا ده سيفير او لا ده مش سيفير؟ يعني لو هتطلق يبقى سيفير، اوكي، او لو هتموته يبقى سيفير. لو أوكي. قبل يعني كده ان شاء الله لا، لو خناقه بس تمام، لو خناقه ماشي كده خلاص حصل ماشي خلاص. ده برضو بس ده لا يمنع ان احنا نروح للدكتور ونكشف ونشوف هل ده فعلا نوع من سيفيريتي ولا لا. يعني ممكن يبقى احنا مش شايفينه ان هو سيفير، بس هو الدكتور شايفه ان هو سيفير. اوكي. طيب انا برضو سمعت ان في بي ام اس للرجاله. ده حقيقي؟ ده بجد حقيقي ولا بس هم بيقولوا كده عشان بيقلدونا كالعاده وخلاص؟ احنا كده قلودين بس هو بس في بي ام اس للرجاله بس ليها اسم تاني. اوكي. بس حاسس اللي سماها كان عنده غضاضه شويه. إيه يعني بقى؟ هو كان قال لك irritable male syndrome IMS. ده واحده ست اكيد اللي سماها غالبا لان هو بي ام اس يعني حاجه طبيه شويه بالزبط. بس irritable male syndrome حسيتها ان ايه الراجل المتضايق، الراجل المصري اكيد، الراجل ان هو اللي عمله. طب هي ايه ظروفها؟ يعني بتبقى ايه ولا بكم؟ الراجل مختلف شويه. دوره الراجل على فكره الراجل بيجيله دوره زي الست، بس هو الفرق بينهم هي الفتره بتاعتها. فتره الست زي ما احنا كلنا عارفين في 28 يوم تقريبا اللي هو شهر، انما الراجل دورته 24 ساعه. فهو في خلال ال 24 ساعه هو بيجيله الفلكتويشنز بتاعت الهرمونز كلها. فبيبقى الصبح هرموناته كويسه، نزل الشغل مبسوط سعيد شارب القهوه بتاعته، يرجع بالليل هرمونات في الارض يبدا يبقى irritable بقى ويرجع عشان كده الخناقات كلها بتحصل بالليل بقى. اوكي، ده برضو سبب على فكره. ده حقيقي. بس على فكره هو الميلز والفيميلز محتاجين يفهموا بعض. ان انا بحس ان المشكله كلها ان ولا الميلز او الرجاله ان جنرال فاهمين الست بتمر بايه ولا هرموناتها فيها ايه، صح. ولا برضو على فكره الفيميلز فاهمه. يعني انا برضو مش مع المرأة وخلاص، يعني برضو بحس ان في ميس اندرستاندينج، ولا ده فاهم ولا ده فاهم، صح. يعني عايزين نتواصل بقى، نوصل للفهم للحته دي. تمام. هو الراجل 24 ساعة، فهو هرموناته بتبقى الصبح هي البيك بتاعتها وبالليل بتبقى قليلة. فهي المفروض لو حتى كده تيجي يعني ما تتخانقيش معاه بالليل لما يصحى من النوم. يعني هو مقرف شوية يعني نستحمل. بس ما فيش ست بتصحى من النوم تتخانق. ما فيش، بس هي بقى ممكن تظبط جدولها على بالليل. كده.
صح. خلي بالك برضو طب نعمل ايه بقى؟ العيال والمدارس كلها الصبح وهي قاعده معاهم لا وهي بتبقى صاحيه عندها اكشن، انا هعمل فاللي هو لا مش لا هو مش في بالها دلوقتي. لما بقى بتقعد شويه بالظبط، لما افضلك بقى لما اشوف هعمل فيك ايه انا بالليل. طب هو اختبار من عند ربنا ان احنا كل واحد فينا يستحمل كوميونيكيشن سكيل، هي نمبر 1. هنحاول نوصل بقى لبعض في النص موست امبورتنت في اي بارتنرشيب حتى في الشغل هو كوميونيكيشن سكيلز. لازم الاثنين يعرفوا يكوميونيكيت مع بعض. اوكي. الست بقى on the other hand هي الدوره بتاعتها 28 يوم. وفي تشبيه كده بحب اشبهه ان هو الدوره بتاعت الست غير الدوره بتاعت الراجل. الدوره بتاعت الست 28 يوم اللي هي لو شبهناها بحاجه هتبقى زي القمر. اوكي. او اللي هي كده كده زي القمر. بس هو اللي انا قصدي عليه ان السايكل بتاعتها ذات نفسها زي السايكل بتاعت القمر. القمر بيقعد شهر، بيعدي فيزز كتير، بيبقى في الاول هلال وبعد كده يكبر شويه وبعد كده يبقى بدر وبعد كده يقل لغايه لما يوصل للاخر خالص ويحصل ويننج وبعد كده ده اللي هو الايكويفالنت لان احنا لنا الدوره وبعد كده تبدا السايكل اللي بعدها. الراجل اون ذا اذر هاند هو زي الشمس اون اوف 24 ساعه. صحي الصبح شمس طالعه، بالليل شمس نزلت، بس خلاص. ده تعريف هايل ده يعني الحمد لله. بس واللي كنت دايما بقوله ان سبحان الله ان اول حد وصف هذا التعبير او وصف هذا التشبيه هو سبحانه وتعالى في سورة سيدنا يوسف. ساعة لما سيدنا يوسف حكى لسيدنا يعقوب على الرؤية بتاعته قال له ان هو انا هشوف 11 كوكب والشمس والقمر يسجدوا لي. وساعة لما حصل فعلا الرؤية دي كان هو واخواته اللي هو سيدنا يعقوب ومراته واخواته سجدوا له. فكان سيدنا يعقوب هو الشمس ومراته او مامته هي القمر وبعد كده الاخوات هم الكواكب. فسبحان الله التعبير ده والتشبيه ده هو ليه ابعاد كتير قوي. بس احنا هنكتفي بهذا ان هو بس ايه التشبيه ان هو الست زي الست زي القمر، فهي ليها فيزز كتير. وده برضو بيرفلكت حاجه ان هو كل فيز مختلف عن التاني. في القمر يعني مثلا القمر بيمر بفيزز فعلا كتيره، انما الشمس هي اون اوف يا كده يا كده بس. فهو ده يعني محتاجين برضو مذكر سالم يفهم البوينت دي، لانه انا مهما اتقال في المسلسلات واتريق عليها والناس اتريقت والناس هزرت ستيل هو برضو مش فاهم الحتة دي، مش مدرك الحتة دي. فيعني عايزين نوصلها بطريقه تتفهم انك تعامل. لو لقيتها متضايقه شويه حاول تحتوي، مش اللي هو تتكلمي كده ليه مش عارفه ايه، يعني نفهم بعض شويه. صح يعني ولا ايه؟ ده اكيد صح؟ ده اكيد انا بحكم مهنتي لازم يعني الاحتواء ده اسلوب حياه. طيب دلوقتي الهرمونال ديستربنس للستات بتاثر بحاجات كتير قوي. اوكي. الستريس، التايب اوف فود، الرياضه، الشوكولاته. صح. عايزين نعرف بالظبط كل حاجه وتاثيرها على الهرمونز ازاي، يعني ايه اللي يقدر يخلي الهرمونز بتاعتي بالانسد ومظبوطه وكويسه، وايه اللي بيتعبها قوي او بيأثر عليها قوي. طيب خلينا متفقين ان اي حاجه من اول ما نصحى للنوم لغايه لما ننام في الاخر هو بتاثر على الهرمونات بتاعتنا including النوم. يعني fixed 8 hours per day 8 ساعات في اليوم بننامهم ومنتظمين. يعني احنا مثبتين المواعيد اللي بننام وبنصحى فيها. لخبطه النوم ذات نفسها ان انا دلوقتي بنام بالليل او دلوقتي بنام الصبح هو ده لخبطه في الهرمون ذات نفسها. الكورتيزول ليفل بيتلخبط وده ممكن يؤدي الى لخبطه هرمونات. اي حاجه تانية، شوكولاتات، الحاجات دي كلها. البي ام اس اصلا السبب بتاعه هو لسه لغايه دلوقتي ما حدش عارف السبب بتاعه. بس لو هم يعني السبيكيوليشنز بتاع الطب يعني او العلماء ان هو لخبطه هرمونات، ان هو بس مجرد لخبطه هرمونات. كل اللي انت بتقوليه ده هو حاجات كلها تلخبط. يعني سواء شوكولاته، اكل مش هيلثي. ايه ده مش الشوكولاته دي المفروض حاجه حلوه، ده اللي انا اعرفه. يعني يقول لك انت هو بيطلع دوبامين. الدوبامين ده هرمون السعاده يعني كده ان الواحد يتبسط. يعني ده حاجه معروفه. الهوت شوكليت يعني ما هو طلع غلط. والايس كريم لا لو طلع غلط طف بريك اب بقى على طول. بس هو لا شوكولاته إيه؟ كتير مش ايه كويس. الاكل الكويس؟ لا ممكن ناكل كل حاجه بس باعتدال. وفي نفس الوقت ناكل هيلثي، ما ناكلش ننقش من بره which is اسلوب حياه. كافي ذات نفسه ممكن برضو يعمل لنا ستريس ليفلز او يلخبط الدنيا شويه especially دلوقتي النيو جنريشنز والريد بول والحاجات اللي هي الفيري كافينيتد. فده مش احسن حاجه. ممكن برضو ايه الحاجات اللي هي في حاجه اسمها اي دي سيز بقى، دي اللي هو الطب بيتكلم عليها اليومين دول. ايه ده بقى الاي دي سيز دول اللي هو endocrine disturbing chemicals. حاجات موجوده في البلاستيكات، حاجات موجوده في الشوم سنتد كاندلز، الحاجات موجوده. هم بقوا اصلا بيمنعوا الازايز البلاستيك ده المفروض دلوقتي اللي هو المايكرو بلاستكس والحاجات دي المفروض بيحاولوا يقللوا. كل الحاجات دي بتاثر. ولخبطه الهرمونات دي ممكن تبقى من الحاجات اللي ايه
بتتكوم على بعض، كلها حاجات تقعد تراكم على بعض لغايه مم. لما تبقى الدنيا ملخبطه خالص. بالظبط. هرموناتنا ملخبطه، الدوره ملخبطه، نفسيتنا ملخبطه، ده كل كل ده بيأثر. كل ده بيسمى. طب دلوقتي بقينا نسمع عن ان البيريد بتيجي بدري قوي لبنات في سن صغير جدا، 8 years و 9 years وده بقى كتير. هو ده نورمال ولا ده في abnormality في الموضوع؟ طب خلينا متفقين ان هو سن البلوغ ذات نفسه بيختلف من مكان لمكان. يعني في مصر سن البلوغ مثلا والدول العربيه هتلاقي ان سن البلوغ اكتر او اقرب اللي هو من 9 سنين مثلا عن السن بره، لان هو مثلا الجو الحر والحاجات دي كلها بتعمل فاكتور. بس ريسنتلي هو بدأ الموضوع يقل زياده، وده بنفس الحاجات اللي انا قلتها من شويه. الاي دي سيز دي برضو اللي هو الاندوكراين ديستربنج كيميكالز دي اكتشفوا ان هي برضو ممكن تلخبط الهرمونات وبتؤدي الى ان هو يجي لنا بلوغ مبكر. المفروض سن البلوغ بيبقى تراوح من 9 ل 16 سنه، ده الطبيعي. لو قل عن 9 اللي هو اقل من 8 سنين وكده يبقى ده بيبقى في حاجه مش تمام. وهي دي يعني هي بدات الدوره بتاعتها من بدري، هي مش مشكله فظيعه بالنسبه لها. هي بس المشكله ان وانس ان هي بدات الدوره ده معناه ان الجروث سبيرت بتاعها هيجي، which means ان هو هيقف نموها بدري. فهو الفتره اللي هي كانت قبل كده اللي بتسمح لها ان هي تكبر فيها اللي هو مثلا لغايه 11 سنه مثلا قلت بقت 7 سنين 6 سنين، فممكن تلاقي الطول اقصر، تلاقي النمو عامه ان جنرال كله بيبقى افكت. لكن مفيش حاجه تانية مرعبه او يعني تخوف اكتر من بس ان الجروث هيقل. ده بقى بكل حاجه بقى فيه. هو ده لا يعني هو ده بالنسبه لنا حاجه لو حد جالنا بيه ان هو الدوره بتاعتها جايه بدري عن ميعادها، ده بالعكس احنا بنديها حاجات توقف الدوره الدنيا شويه عشان الجروث يشتغل بالظبط. لغايه لما نوصل للسن المناسب ان احنا نبدا نشيل اللي هو الادويه دي علشان خاطر الدوره بقى تجيلها وتبدا تبقى زي اصحابها كلهم وتبدا تنمو النمو يمشي مظبوط والكلام ده كله. البين او الوجع during الدوره دايما الناس بيشوفوا عادي، معلش استحملي مفيش مشكله من ده. هل كل البين اوكي ولا في تايبس اوف بين لا ما ينفعش تبقى اوكي ومحتاجين ان احنا نروح لدكتور او محتاجين ناخد اكشن؟ دي واحده من الحاجات القليله اللي بترجمني على فكره. اوكي. ان حد يقرر ان الوجع بتاع حد تاني محتمل ولا مش محتمل. بالظبط. اولا pain is very 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 subjective مش objective. حقيقي. يعني هو كل واحد في حياته مر باوجاع مختلف عن التاني، غير اوجاع كتاب حياتي يعني والحاجات دي. بس هو لا، ان هو الالم اللي حس بيه كل بني ادم مختلف. يعني انا مثلا اكتر الم حسيت بيه ان انا شكتني ابره مثلا، انت حد تاني انه حد عظمته كسرت. هل احنا الاثنين الباك جراوند بتاعتنا على الوجع هي في حاجه اسمها بين ثريشولد، ما كل واحد ليه. وغير كده ده حاجه تانية. ان هو كل واحد اصلا قوه تحمله قد ايه. في ناس قوه تحملاتها عاليه وفي ناس قوه تحملها مش عاليه. بالزبط. وبالتالي اي حد يقرر ان هو يقول لحد تاني ان هو البين بتاعك فاليد ولا لا، ده بالنسبه لي unacceptable on so many levels. تمام. وبالتالي الوجع احنا بنقدر نسهل او نوصفه علشان خاطر السيدات ما يلاقوش قوي، بنات كمان ان هم يخافوا. اللي هو ايه الوجع بتاعنا لو بيجي في اول يوم دوره او تاني يوم دوره، اللي هو اول وتاني يوم وبيتوقف بعدها، تمام، هو ده الوجع الطبيعي بتاع الدوره. المفروض اللي هو اول يوم يومين 3 كده ماشي، يومين 3 كده تمام. اللي هو ايه وبيقل في الشده وفي بتاعته. قبلها كمان في قبلها ده اللي هو بيبقى بي ام اس، ده اللي هو بنحس بقى اللي هو ايه تقل شويه وممكن بالظبط ده اللي هو احدى اعراض البي ام اس. بس لو هو الموضوع من اول يومين 3 كده وبعد كده بيخف بيبدا تدريجي يقل، يبقى ده تمام طبيعي، بس على حسب قوه الوجع ده. لو الوجع ده mild or moderate يعني بيسكلي لو اخدنا مسكنات الدنيا بتهدى زي الفل. وبنقدر نفانكشن عادي وما عندناش مشاكل. لو الوجع بتاعنا مع المسكنات ما قعدنا في البيت مش قادرين ننزل الشغل او ننزل الكليه او ننزل whatever المدرسه، لازم 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 نروح نكشف. هو ممكن يبقى حاجه ويوجولي بتبقى حاجه مش حاجه خطر، بس هو لازم نمانج. هو usually in these cases اللي هو البنت او الست او usually بيبقى دي حاجه عندها من اول ما جالها الدوره خالص. يعني هي ممكن تكون بقى لها 10 سنين 15 سنه عايشه مع الوجع ده عشان خاطر مامتها او جيرانها او صحابها قالوا لها انه عادي مع الوجع. ده في لايف ستايل يقول لك انا اول يومين طب بروح باخد اجازه من الشغل وما بنزلش وما بعملش وخلاص، وبتقعد تعذب بقى يومين كده وخلاص. هو these people او اللي هو الناس دول لازم نعمل لهم pain management طبعا. ما ينفعش نسيب الدنيا كده بس. فهو لا، لو احنا كده ده اللي هو السيفير بين ده اللي بيقعدنا في البيت يبقى لازم نسيك ميديكال، يبقى في مشكله. لو الوجع بتاعنا بيزيد اثناء الدوره مش بيقل، ده ممكن يكون احدى اعراض ان احنا يبقى عندنا حاجه اسمها اندوميتريوسس. ايوه ده ان هو بطانه الرحم المهاجره.
ان هو اوكي ده ممكن يكون احدى اعراض الاندوميتريوسس او بطانه الرحم المهاجره. اوكي فده لا، لو الوجع بيزيد لازم نروح نكشف. ده مفيهوش هزار. ده مفيش هزار. لكن لو الوجع التاني بيزيد نقدر اثناء نعمله الدوره مانجمنت. او خلال الدوره كلها الوجع موجود ما بيروحش. اوكي. الوجع الطبيعي ان هو بس اول يومين 3 حتى لو شديد ده بيبقى وجع طبيعي، ده بنسميه حاجه اسمها برايمري ديسمنوريا، ده اللي هو بيقعدها في البيت ده. لكن لو زاد او ما راحش لا، او ما بيروحش او بيزيد اثناء الدوره ده لازم نروح نكشف عشان ايه؟ نطمن. عشان نطمن بالظبط ان هو ما يبقاش بطانه رحم مهاجره. اوكي. طيب دلوقتي بقى ناس كتير قوي بتعاني، انا عارفه ان الاسم اتغير من تكيسات المبايض. انا بقى مش عارفه الاسم الجديد بقى ايه. ده بطل لخبطه الهرمونات. ده البطل. اي حد عنده لخبطه كتير قوي هرمونات لدرجه ان ابتدوا يقولوا ده الكورونا السبب. ده يعني في اقاويل بتقول ان الكورونا السبب في ده، الاكل السبب. ناس كتير قوي يعني انا من ضمن 10 بلاقي مثلا 3 عندهم تكيس مبايض، 4 عندهم تكيس مبايض، فنسبه عاليه. طيب خلينا متفقين ان هو تكيس المبايض بقى ترندنج. ماشي. اويرنس حلو، الناس كلها بقت عارفاه، بس هو اي واحد اللي الدوره بتبدا تتلخبط عندها تقول لها ان انت عندك تكيس مبايض. اوكي. هل ده حقيقي؟ يعني ممكن يكون في اوفر دايجنوزس شويه، بس هو ستيل احنا خلي بالك ان احنا في مصر البي سي او اس انديميك، او اللي هو كان بي سي او اس اللي هو تكيس المبايض، ودلوقتي بقى اسمه بي ام او اس اللي هو بولي اندوكراين ميتابوليك اوفرين سيندروم. ده هو تغيير في الاسم ده اللي هو ما بقالوش 10 15 يوم. ده كان المين تارجت بتاعه ان هو يعمل اويرنس للدكاتره، يعمل لهم اويرنس ان الدنيا ذات نفسها مش لازم تكون معتمده ان المبيض فيه تكيسات. يعني إيه؟ يعني دلوقتي تكيس المبايض هو كان الديفينيشن بتاعه اللي قبل كده اللي هو بولي سيستيك اوفرين سيندروم، ان هو ده مرض بيعتمد على ان هو المبيض فيه تكيس. ايوه. دلوقتي ما بقاش كده، دلوقتي بقى بيقولوا ان هو ده لخبطه هرمونات اصلا. هل لازم يبقى فيه تكيس 100%؟ لا، ممكن يبقى فيه ستات عندها اللي هو تكيس من غير ما يبقى فيه اصلا التكيس في المبيض بسبب لخبطه الهرمونات اللي هي بقت بولي اندوكراين ميتابوليك. يعني زي ما نقدر نقول بالمفهوم الهادي كده ان لخبطه هرمونات بتبتدي تتسبب ان يحصل بين، يحصل ديسكومفورت، يحصل مشاكل بتشبه لتكيس المبايض، او ممكن تسبب اكشولي تكيس المبايض. لا، هو بيبقى موجود يعني هو اوريدي ده بيبقى مرض موجود. فهو لما بيحصل بيعمل لخبطه في الدوره. اوكي تمام. احدى الحاجات اللي احنا دايما بوصفها عشان نسهل الدنيا هو المفروض السنه فيها كام شهر؟ 12. الحمد لله. الحمد لله. المفروض فيهم كام دوره؟ لا ما مش عارفه. يعني كل شهر دوره يبقى احنا 12 دوره. ايوه حلو. طيب لو اقل من 8 دورات في السنه يبقى احنا عندنا مشكله. يعني انت يعني حسبه ان الواحد يبقى عارف انا في النورمال رينج ولا في الاب نورمال رينج. لو احنا قلنا من 8 يعني يبقى انا في حاجه غلط. في ناس كتير بييجوا يشتكوا ان هو الدوره ملخبطه. والدوره رينج على فكره يعني هو مش 28 يوم كل الناس. وحتى البنت ذات نفسها او السيده من دوره لدوره بتختلف وده طبيعي. التشبيه اللي انا بشبهه او اللي بسهله للناس قلل اسبوع وزود اسبوع من 28. فاحنا لو عندنا 28 هو ده الرقم الايديال. تمام. لو قل اسبوع از فاين، زاد عن اسبوع از فاين. من 21 ل 35 يوم كل دوره تمام زي الفل، ما عندناش اي مشكله. دي ما فيهاش حاجه. وريجاردنج برضو ال 12 شهر لو جت 8 في السنه، لو جت 8 تمام. لو قل عن 8 يبقى احنا لازم نروح طب ولو زادت عن 12؟ لو زادت عن 12 ده ممكن يبقى عندها بقى حاجات تانية مالهاش علاقه بالهرمونات قوي. ممكن يبقى ليها علاقه بالهرمونات، وكل حاجه الهرمونات ليها علاقه بكل حاجه. بس ممكن تبقى حاجه مور سيريس، حاجه اسمها يعني هي كل حاجه سيريس. بس هو ده اسمها اليوتيل فيز ديفكت، ان هو الفتره اللي هي بعد ال 14 يوم بعد التبويض بتبقى فتره قصيره. فبدل ما الدوره بتاعتها تبقى 28 يوم لا تبقى اقصر، تبقى مثلا 20 يوم، تبقى 18 يوم. وبالتالي هيجي لها دورات كتير في السنه. بالظبط. فيبقى في رينج لده ورينج لده، ان الواحد يبقى فاهم النورمال والابنورمال، يفهم. يعني برضه الستات محتاجه تبقى مستوعبه وفاهمه. مشكله مش هقول مشكله لان دي مش مشكله حقيقيه، بس هو واحده من الحاجات المهمه جدا 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 ان السيدات لازم يجمعوا ان مفيش حد زي التاني. ان كل واحده مختلفه تماما. الظروف اللي حواليها الانفايرمنتال فاكتورز ذات نفسها بتافكت الهرمونز بطريقه فظيعه. تمام. غير كده هي شخصيا ده تشبيه يعني قوي شويه، بس هو انا يعني هو اتس ترو بس أيوة. it might be shocking شويه. ان انا بحب اقول كلمه كده اللي هي ايه، دورتك هي بصمتك. اوكي. يعني ايه دورتك هي بصمتك؟ ايه بقى؟ مفيش 2 عندهم نفس الدوره. كل واحده ليها دوره مختلفه عن التانية. which means ان هو الدوره عدد ايامها
حد بيجي له 4 ايام، حد بيجي له 5 ايام، حد بيجي له 8 ايام. المهم ان هو تبقى حاجه ثابته على طول، يعني هي دي الطبيعي بتاعها. اوكي. وعلى هذا الاساس اللي هو عارفه كلمه البني ادم حكيم نفسه، هو ده ان هو كل واحد عارف السيستم بتاعه شغال ازاي، ده مش النورمال بتاعه بالظبط. وقت ما نحس ان النورمال بتاعنا مش هو متغير، يبقى ده محتاجه وقتها نعمل ايه؟ نروح للدكتور. بالظبط، نروح للدكتور. اوكي. بس فلو الدوره بتاعتنا من الدورات اللي هي بتطول شويه، او الدورات بتاعتنا قصيره في الرينج اللي انا قلته اللي هو من 21 ل 35، تمام، ما عندناش مشكله. لو بدأنا نلاقي ان هي لا الموضوع بيطول عن كده او بيقل عن كده، لا لازم نروح نطمن مبدئيا. طيب دلوقتي مراحل الست بقى. تمام. ان دايما يقول لك اصل الهرمونات بعد ال30 بتحصل فيها مشاكل، الهرمونات بعد ال35، الهرمونات بعد ال40، لا ده الهرمونات في سن التين ايجرز، لا عايزين تقسيمه مظبوطه نفهم فيها المراحل بتمشي ازاي. طب تقسيمه فيري برود كده، او تقسيمه بسيطه جدا، هو ان احنا بنقسم حياه الست ل3 مراحل. اوكي. مرحله ما قبل الميلاد، مرحله ما قبل لا، هي مرحله ما قبل الدوره، ومرحله الدوره ذات نفسها، ومرحله ما بعد الدوره. اوكي. طب ايه الفرق بينهم دول؟ ان هو مرحله ما قبل الدوره هو الاستروجين والبروجستيرون اللي هو الهرمونات الاساسيه بتاعتنا مش موجودين او نايمين مستنيين ان هم ايه يحصل لهم اكسبريشن مع البلوغ. ومجرد ما البلوغ يحصل نخش في مرحله الدوره اللي هو الاستروجين والبروجستيرون بيطلعوا فيها. مرحله ما بعد الدوره، وهي دي المرحله اللي هو بيحبوا يقولوا عليها، وانا شايف ان هي دي مرحله يعني المفروض ما نقولش الكلام ده، اللي هي سن اليأس. تمام. كلمه وحشه قوي، كلمه مأساويه بشعه يعني كده هو يعني الست بتعيش بعد انقطاع الدوره ممكن قد الفتره اللي هي عاشتها. اصلا الست بتعيش اكتر من الراجل اساسا، فهي هتعيش قد كده يعني مثلا 40 سنه مثلا، هي بقى 40 سنه يائسه. لا مش يائسه، لا يعني ما فيش يأس ان شاء الله، احنا يأسانين من زمان، كلنا يأسين الحمد لله. الموضوع ملوش علاقه حاجه الموضوع ملوش علاقه بالهرمونات، بس اللي انا قصدي ربنا ما يجيب يأس، بس اللي انا كنت بقولك عليه ان هو الفتره اللي هي بعد فتره ما بعد انقطاع الدوره ذات نفسها، او اللي هو الطمث دي، بتبقى فتره محتاجه سبيشال كير شويه. يعني هي محتاجه، خلي بالك ان هو الاستروجين والبروجستيرون الفتره اللي هي بتاعت فتره الدوره ذات نفسها بيحموا السيده من حاجات كتير قوي. تمام. الاستروجين والبروجستيرون بيحميهم من ان هو يبقى فيه تجلطات، من امراض القلب، من كذا حاجه. تمام. ومن هشاشه العظام والكلام ده كله. بمجرد ما الهرمونات دي تتوقف بيبدا البروتكشن ميكانيزم ده، او اللي هو البروتكتيف ميكانيزم ده يقل، which means ان هو تبقى عرضه للحاجات دي تاني بقى ما كانتش عرضه ليها في الاول. وعشان كده المفروض احنا بعد انقطاع الدوره نعمل بس حبه تحاليل عشان نطمن على نفسنا. وهو انا يعني ايه، نتاكد ان مش عندناش هشاشه، ناخد الفيتامينز بتاعتنا، وان شاء الله الفتره دي عادي ما فيش ولا يأس ولا حاجه. ده هبل يعني. بس يعني اهم حاجه كل مرحله نفهم بتعدي بايه ونفهم نتعامل معاها ازاي. بس احنا ما نخليناش زنقين الست بس في موضوع اللي ايه، لا هو ده طبي لكن ده مش سوشيالي. لو يعني انت مش دكتور ما تقولش الكلام ده. لا طبعا مش من حقك، مالكش دعوه، احنا بس اللي نقسم التقسيمه دي. احنا بس اللي نقسم لكن التقسيمه هو ده دي. سوشيالي لا ملهاش علاقه. الايجينج بقى ده ليه علاقه بقصه تانية يعني. تمام. طب الاك فريزنج سنس احنا اتكلمنا بقى عن الفترات. تمام. الاك فريزنج دلوقتي، هل الاك فريزنج ده موضه يعني، ولا هو بجد حاجه سيريس انها تتعمل سبيشالي مع الظروف الماديه اللي بقينا فيها، وان الدنيا الجواز ما بقاش ايرلي زي زمان، وبقى الجواز عامه للراجل والست متاخر شويه، فهل الاك فريزنج بقى حاجه لازم تتعمل او مهمه يعني؟ طيب ده سؤال حلو قوي. طيب احنا هل هو مهمه ولا لا؟ هو مهم جدا. اوكي. انا شايف ان هو مش هقول لايف سيفنج، لان هو اتس نوت ا لايف سيفنج بروسيجر خالص، بس هو حاجه ممكن تاثر جدا في حياه السيده او البنت اللي اتشخصت بحاجه بعد شر خبيثه، فهي تضطر تاخد اشعاع او كيماوي، وده اللي هيأثر سلبي جدا 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 على المخزون المبيض بتاعها. لقيت ان عندها كيس على المبيض كبير، وده لما نيجي نشيله هيأثر على مخزون المبيض. يبقى لازم من قبلها نعمل ايه؟ نسحب بويضات ونجمد البويضات دي، علشان ان شاء الله لما تيجي تتجوز نقدر ايه نستخدم البويضات دي كويسه ونقدر نخلف ده عادي. ده very important. الحاجه التانية طبعا ان هو ايه، ان هو مثلا تاخر الزواج، فهو بالنسبه لنا بيبقى ده alternative، بدل ما احنا نتجوز متاخر فيبقى البويضات بتاعتنا الكفاءه بتاعتها مش كويسه، او البويضات مش كتيره، فده بيدينا ايه زي كده باك اب بلان. اوكي. تمام.
العريس اتاخر، ما لقاش الحصان الابيض اللي يجي بيه، انت عارفه بالظبط ان في مشاكل في الحته دي الحصانة دلوقتي. مش موجوده خالص في يعني السوق. في مشاكل دلوقتي. مش طب الرجاله. سؤال، ايه الايدج الصح اللي تعمل فيه القرار يتاخد فيه في طيب. الاج فريز؟ المفروض واحد من اهم الفاكتورز اللي بتاثر على نجاح الحقن المجهري هو سن البويضه، مش سن الست اللي هننقل فيه الاجنه. يعني طبعا سن الست هيفرق، بس اللي انا قصدي عليه ان هو كواليتي البويضه نفسه. بالظبط. اوكي. كواليتي البويضه كل ما بنتقدم في السن كل ما الموضوع ما يبقاش احسن. اوكي. الابحاث كلها دلوقتي بتقول ان احنا المفروض لو عايزين نعمل اج فريزنج يبقى اقل من 35 سنه. اوكي. كل ما نعمله بدري كل ما يكون احسن، بس برضه ستيل هو احنا مش هنقدر نحكم على واحد. هو لازم عند الرقم ده، مفيش يعني. هو كل واحد بظروفه تاني، اجان كل واحد عنده بس هل في تايم بيبقى يوسلس؟ يعني هل بقى في تايم اللي هو ملهاش معنى انك تعمله؟ كل ما بنتقدم في السن هو مش هقدر اقول يوسلس، لان هو في ناس ممكن تكون ظروفهم ان هو دلوقتي مفيش حاجه فانا لازم هضطر اعملها علشان افرض حاجه جت. اوكي. تمام، فهضطر ان انا استنى شويه. فالبيك او البريفرنس بتاعنا ان احنا نبقى قبل 35 سنه. بس حتى لو بعد اوكي يعني ماشي، هو بيقول لك البست، لكن لو انت جت بعدها سنتين 3 مش هيبقى حصل خير. تمام. يعني تعدي يعني. طيب هل هي بروسيدير صعبه او مخيفه؟ لان لا. البنات بتبقى خايفه، يعني يقول لك انا اخش ليه في حاجه صعبه او تقيله بالشكل ده وعمليه تقيله، ما استنى اتجوز وخلاص، يعني احاول كده ادور على اي عريس اتجوزه وخلاص. اي عريس نتجوزه؟ ما انا تمام. هو ده جين زي، ده تفكير جين زي قوي الصراحه، بس مش هغلط في جين زي الصراحه. بس هو جين زي فاهمين احسن مننا على فكره. الميلينيالز ما اتجوزوش، اللي هم شافوا الميلينيالز يعني ما اتجوزوش، قعدوا في البيت. دول يعني محتاج خلاص كارير بقى وكده وعاشوا اللحظه. والله ولا حاجه خالص، ولا حاجه. ربنا معاك. جين زي فاهمين يعني بيتجوزوا بدري بجد والله. جين زي ده معلومه جديده. انا ملاحظه يعني برضو معظم الطلبه هتلاقيهم بيتجوزوا بعد كلهم في امتياز. فاللي هو تمام، فربنا بس خلي بالك هو ده سن الجواز اصلا، يعني ده السن اللي الناس بتتجوز بتبقى مش واخده بالها فبتتجوز فيه. لما بيكبروا شويه خلاص بياخدوا بالهم بيفهموا الموضوع فبيبطلوا. طيب خلينا نرجع للنقطه بتاعتنا. احنا دلوقتي لو عايزين ننقل الاجنه ذات نفسها او سوري البروسيجر ذات نفسها صعبه قد ايه؟ البروسيجر مش صعبه. خلينا نتفق على حاجه، نزولنا من البيت وان احنا نروح الشغل ده ريسك، صح؟ طبعا. يعني ممكن نعمل حادثه، ممكن نخبط حاجه، ممكن طبعا. تمام. اي ديسيجن بنعمله في حياته في ريسك، كده في ريسك. تمام. هي كبروسيجر هي مش بروسيجر صعبه، بس ديفنتلي زي اي حاجه بنعملها في حياتنا فيها سورت اوف ريسك. هل الريسك كبير؟ لا. هل الاوتكم بالنسبه لنا انت اللي تحددي؟ هل الاوتكم ده بالنسبه لك حاجه اللي هو تجميد البويضات، هل حاجه مجديه فعلا زي ما انت بتقولي ولا لا؟ ده حاجه ترجع لك انت. بس هي مش بروسيدير مخيفه وصعبه قوي، فيعني لا عادي تجربه، لا. ولو انت محتاجاها اعمليها بالظبط وتبقى مفيده ليكي يعني. وفي ناس لازم يعملوها، يعني الناس اللي عندهم بعد شر امراض خبيثه لازم يعملوها، تبقى بالنسبه لهم دي لايف سيفنج زي ما انت قلت. ثانك يو جدا يا دكتور. عفوا على انت نورتنا. ميرسي. واكيد دي مش اخر حلقه ما بيننا، في كلام كتير قوي محتاجين نتكلم عن صحه المراه. لا لسه في حمل وولاده يعني عندنا حاجات كتير ان شاء الله باذن الله. فان شاء الله نتقابل المره الجايه نتكلم فيها بقى على كل الحاجات اللي ناقصانا يعني. خلاص استنونا في حلقه جايه من بره روشيتا نتكلم فيها عن حاجات اكتر مهمه وتهمنا وتهم المجتمع. باي.